من الحوايج الضروريه عندي في الفطور هما السلطات، وكنحاول نرافقهم هكا بشي صلصه اللي تواتى معاهم وكتبدل ليها المذاق. عرفتي هاد الشلاضه ما يمكنش حاجه جديده، جربوها ومكوناتها سهله. اول حاجه كناخد كاع داكشي اللي باقي عندي هاد الورقيات اولا الخس. انا كيعجبني هذاك الخس الاحمر، كيعطي واحد المذاق زوين. عندي هذاك لي بات صغيره سلقتها في الماء غليان مع شويه ديال الملحه حتى تسلقات وصفيتها وخليتها حتى بردات. عندي هذاك الكرومب الملون الموف، خيزو اللي حكيته بهذيك الطريقه، طوماط سوريس، وعندي هنايا الليمون. قطعته هكايا نصوصه ودرتو، زدت شويه ديال المايس، طون. كنديرو هكا غير في الوسط، كندير هكا كل حاجه بوحدها باش كتبقى زوينه في الحطه. صافي هنا حكيت شويه ديال الكاشار اللي كيبقى اختياري، ما يمكن لكم ما ديروش. وهنايا عندي شويه ديال الموتزاريلا اللي قطعتها وزدتها. بالنسبه للاصوص درت واحد 2 المعالق كبار دانون طبيعي. عندي واحد الفرماج معلقه كبيره ديال الجبن، اي نوع ديال الجبن عندكم جبلي اللي كان. عندي هنايا عصير ديال الليمون، راه ما يمكنش شحال جا فيها زوين. عندي موطارد ديال العسل، شويه ديال خل تفاح، درت شويه ديال الشابات مليحه، وشويه ديال زيت نباتيه. صافي كنخلط هادشي، ما يمكنش داك الحلاوه ديال الليمون مع الحلاوه ديال المطارد بالعسل، عطاتها واحد المذاق. بدلات الشلاضه كامله. جربوها وردوا عليا الخبار. كنتسنى التطبيقات ديالكم كيف ديما. بزاف منكم كتبغيو هاد الوصفات، فغادي نخليها لكم. بسلامه، الى وصفه مقبله.